إنها الرحمة أيها الأحبة. هذا الفهد الذي يحاول اصطياد قردة كما نرى فيقتلها بضربة واحدة، يكتشف هذا الفهد أن معها مولودا عمره تقريبا أيام، وهذا المولود متعلق بها كما نرى هنا في هذا المقطع هنا أيها الأحبة. هذا هو القرد الصغير يتعلق بأمه وهي ميتة. انظروا كيف يجلس مترقبا حزينا على هذه الأم. رحمة الفهد بهذا القرد الصغير، لقد جاء ليعطف على هذا القرد. انظروا أيها الأحبة، مع العلم أنه لقمة سائغة وشهية بالنسبة له، جاءت الضباع لتفترس هذا الصغير لأنه وجبة شهية وسهلة، لا يستطيع المقاومة ولا يستطيع الهروب، وبالتالي وضعه في مكان آمن وبدأ بحمايته من المفترسات مثل الضباع، الذئاب، الثعالب إلى آخره. هذا الفهد يرعاه ويحميه ويؤمن له الطعام والشراب سبحان الله ليكبر. لاحظوا هنا يحاول أن لا يتركه وحيدا على الشجرة خوفا عليه، ويصارع من أجل البقاء. التقطه الآن وطبعا أخذه هنا لمكان آمن. انظروا إلى شكل هذا القرد كيف أصبح مطمئنا آمنا من أي خوف. الصغير بعد أن قتلت أمه أو بعد أن فقد أمه، إنها الرحمة التي أودعها الله في المخلوقات. على فكرة رحمة الله سبحانه وتعالى أنزل منها جزءا واحدا من 100 جزء، وأبقى عنده 99 جزءا من الرحمة، من رحمته عز وجل، ليرحم بها العباد يوم القيامة.